اسلام. اللي انت بتقوله ده كلام خطير يا ابني. لا ده حقيقة. اللي انت بتقوله ده اعراض ناس وشرف ولاية. ده حقيقي. اللي انت بتتهمها بالزنا دي مراتك. ايوه ده حقيقي. احنا قدمنا بلاغ للنائب العام وقدمنا بلاغ في النيابه والدنيا هتتقلب دفاعا عن حقك. ايوه يا فندم. انت متاكد ان اللي في الفيديو مع الراجل دي مراتك؟ ايوه مراتي يا فندم. انا طب اتجوزت. احكي لي يا اسلام الحكايه دي. اتجوزت واحدة اسمها هناء وكنت شغال وكانت الظروف جت علينا وكنت اعرف حد في اتحاد الكوره ورحت استنتجه يعني اطلب منه اي حاجه مساعده او شغل او الكلام دوت وقال لي خلاص ماشي انا هات رقم تليفونك وطلب اللي هو يشغلني او يشوف لي اي حاجه وقال لي انا ممكن اشوف شغل لمراتك بالمره وطلب رقم تليفونها وجي بعدها الظروف حكمت عليا ودخلت في حاجه مكتوبه لي ان انا كان عليا دين واتحبست في الفتره دي يعني 3 شهور حبس. طلعت من اللي انا فيه لقيت مراتي مش موجوده بدور في الحاجات بتاعتها لقيت كارت ميموري عليه الراجل اللي انا كنت واثق في ربنا ثم فيه وقلت يقف جنبي في ظروفي طلع كان بيعمل معاه الرذيله ده يرضى ربنا؟ يعني انت الراجل اللي انت بتقول عليه واحده عشان انت بتقول كلام خطير. ايوه وخد بالك ده كلام فيه مسؤوليه كبيره يا فندم. ماشي. الراجل اللي انت بتقول عليه ده بيشتغل فين؟ هو ده في اتحاد الكوره. مسؤول كبير في اتحاد الكوره. مسؤول كبير في اتحاد الكوره. طب انت لما يعني عرفته على تليفون مراتك او انت قابلته بمراتك انت قلت لي؟ قابلته ايوه يا فندم. يبقى انت لما اتحبست بسبب الديون اللي كانت عليك 3 شهور وخرجت فين مراتك؟ ما لقيتهاش. ما لقيتهاش ازاي؟ ما لقيتهاش. راحت فين؟ ما اعرفش بدور في الحاجات بتاعتها في المعلقات لقيت كارت ميموري في قلب صور. كارت ميموري؟ في قلب صور. تمام. عليه ايه كارت الميموري؟ عليه مكالمات بذات صوت وعليه فيديو يعني ما اقولكش من الراجل اللي انا كنت مفكره هيقف جنبي. الراجل اللي انا كنت مفكره واقف جنبي ضربني في ظهري. هي الناس عشان معاها فلوس ومعاها نفوذ ومعاها بيعملوا كده. طب انا عايز اعرف هي مراتك فين؟ مراتي ما اعرفش حاجه عنها مختفيه. طب انت ما حاولتش ان انت تدور عند اهلها تسال عنها؟ لا ما اعرفش اي حاجه عنها خالص. طيب يا اسلام انا عايز افهم هناء دي انت اتجوزتها امتى؟ اتجوزتها في شهر 8. 8 اللي فات ده؟ 8 22 21 8 21. طيب انت اكتشفت الموضوع ده من قد ايه؟ من شهر. من شهر؟ طيب الفيديو اللي متصور ده متصور من قد ايه؟ حوالي من 4 5 شهور 6 شهور. انت متاكد ان اللي في الفيديو دي هناء؟ ايوه. مراتك؟ ايوه. والراجل اللي في الفيديو معاها ده هو الراجل اللي انت قلت لها ده هيجيب لنا شغل؟ اللي انا كنت عشمان فيه خير بعد ربنا سبحانه وتعالى. انت بتتهم الراجل ده بالزنا؟ طبعا. هو شريكها؟ هو شريكها فعلا. خد بالك انك تتهم الزوجه وعشيقها بالزنا ده معناه ان الاثنين هيتحبسوا. يا فندم يتحبسوا. انا عايز اعرف انت الست دي عندك منها عيال؟ في بتقول لي هي جايبه طفل وانا ما استحاله بعد اللي هو انا شفته ده اقول اللي هو بنتي او يعني بعد الطفل اللي هي جابته ده بعد ما شفت الفيديو انت بقيت بتنكر نسب الطفل ده؟ ده حقيقه وقت رسمي. يعني انت قصدك ان ممكن نسب الطفل ده يكون منسوب للراجل اللي ده حقيقي. ده حقيقي. رئيس لجنه المسؤوليه. ده كلام كبير يا اسلام، ده كلام خطير يا استاذ يا دكتور احمد. انا ربنا يعلم انا مش واعي او ما اعرفش ايه اللي بيحصل لي يعني ما كنتش انا عايزك تهدى بس وتكمل. طب انت ليه ما تحاولش تتاكد جايز اللي في الفيديو ده مش مراتك حد تاني؟ لا 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 لا. الفيديو ده مدته قد ايه؟ 43 دقيقه. 43 دقيقه في السرير؟ مراتك والراجل ده؟ 43 دقيقه. لا حول ولا قوه الا بالله. طب يا اسلام احنا قدمنا بلاغ للنيابه. ايوه. والفيديو سلمناه للنيابه. ايوه. والنيابه هتسمع لكل اقوالك بكره ان شاء الله. وهيتم استدعاء الراجل ده والبحث عن الست دي. وقصاد ده احنا هنشتغل في زاويه ثانيه في دعوى انكار نسب للطفل اللي هي بتحاول تنسبه ليك. واخد بالك؟ بس الموضوع ده موضوع كبير يا اسلام، وخد بالك ده على مسؤوليتك الكلام اللي انت بتقوله، لان دي اعراض ناس وسمعه ناس سمعه عائلات. انت متاكد ان الراجل اللي انت بتقول عليه ده انت عارف اسمه؟ ايوه يا فندم. اول حرف من اسمه ايه؟ خ وكاف. انت ده الراجل ده موجود موجود في اتحاد الكوره ومعروف جدا ومشهور جدا في وسط الاعلام. لا حول ولا قوه الا بالله. يا اسلام الكلام اللي بيتقال ده يا جماعه على مسؤوليه اسلام، واحنا هناخد الاجراءات القانونيه عشان ياخد حقه. شرفه وعرضه هو شرفه وعرضه لكل زوج ممكن يتم الاعتداء على مراته. مفيش حد فوق القانون في مصر.